ايه السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة مع بعض فيديو خفيف لطيف. احنا طبعا في الشتاء عايزين نشرب حاجة دافية وفي نفس الوقت تكون مغذية ومفيدة، يعني مش حاجة دافية وبس، لا ده احنا كمان حاجة بصراحة كلها فايدة وغذاء. دلوقتي معانا ايه؟ زي ما انتم شايفين يا حلوين، هي مكوناتها بسيطة جدا جدا، مفيش أبسط منها. دي الغلة أو القمح. بس دي الحبة الكاملة. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل البليلة. دي نفس المكونات اللي بتعمل منها عاشورة، اللي هي القمح او الغلة، بس هي دي الحبة الكاملة بالقشرة بتاعتها. في موجود عند العطار وفي السوبر ماركت القمح بس متشال القشرة الخارجية بتاعتها، اللي هي النخالة او الردة زي ما بنقول عندنا في مصر. موجودة، بتبقى دي ما بتاخدش وقت في التسوية. بنجيبها وبنعملها على طول. لكن أنا موجودة عندي الغلة الحبة الكاملة. وطبعا أكيد يعني دي الأفيد صحيا. أنا هنقعها قبل بليلة أو هنقعها على الأقل ساعتين 3. لو حابة تنقعها في مية دافية بتسرعي مدة النقع. وبعد كده باخدها أسلقها بسيبها تتسلق، بس طبعا بخلي بالي إن المية ما تنشفش من عليها خالص. بحط لها كمية مية كبيرة وبسلقها بس بمية، ما فيش أي حاجة تانية. بسلقها وبتبقى بالشكل ده، بسيبها لغاية ما تستوى وقلبها بتتفتح كده، قلبها الأبيض ده بيبان. عشان زي ما انتم شايفين كده اللي هي القشرة بتاعتها تستوى كمان معايا وتبقى سهلة في المضغ. طبعا دي صحية جدا جدا جدا. الحبة الكاملة طبعا كلها ألياف وكالسيوم ومغنيسيوم. بصي كلها فيتامينات زي ما قلت لك، متوفر في السوبر ماركت او عند العطار الحبة اللي منزوع منها القشرة بتاعتها لبره، او اللي هي النخالة بتاعتها القشرة الخارجية. بتجيبيها برضو بتسلقيها وبتبقى نفس الحكاية، بس انا بقولك ان هي دي الافيد. تمام، انا عملتها معايا اهو. وعلى فكرة في المرحلة دي انتي لو عندك القمح ده او الغلة دي بتسلقيها وبتفرزيها كده. انا بملأ اكياس على قد كل مرة اطلعها ان انا اغسلها واستعملها، وكمان بتبقى سهلة على اولادي ان هم بيطلعوها هي كده جاهزة، بيغسلوها برضو ان هي تفك وبعد كده بيحطوها في الحليب. ادي المكون التاني معانا اللي هو الحليب. الحليب حسب الكمية اللي انتي معاكي من القمح او الغلة. دول معايا 2 كيلو حليب، حطيته يغلي وبعد كده هحط فيه الغلة، هغسلها كويس كمان واصفيها ما يبقاش فيها مية، وهنزلها على الحليب. دي المكونات الأساسية بتاعتنا اللي هي القمح أو الغلة والحليب، وكمان السكر والفانيليا. دي الأساسيات بتاعتنا. بعد كده حبيبة قلبي أي الإضافات اللي أنا هحطها براحتك خالص. لو مش متوفرة عندك يبقى كده المشروب بتاعك كامل مفيش فيه أي مشكلة. لكن لو حابة تضيفي له إضافات بتغنيه شوية، بتخليه أغنى، تديله طعم أحلى. تمام، مفيش مشكلة. أنا نزلت أهو بالغلة بتاعتي أو القمح بتاعي على الحليب. لو وصلتي معايا بقى لهنا تنسيش تصلي على شفيعي وشفيعك يوم الدين إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين. هنا زي ما انت شايفة أنا نزلت الغلة. أحط السكر التحلية اللي انت حابة يكون سكره زيادة تمام براحتك، مش حابة مفيش مشكلة، حسب ذوقك انت. واحنا قلنا قبل كده المطبخ كله اختيارات، والاختيارات كلها في ايدك انت يا قمر. زي ما تحطي لي لايك بإيدك الجميلة دي وتدعي لي دعوة حلوة عن ظهر الغيب، ولك بالمثل بأمر الله. دلوقتي أنا حطيت السكر، هحط كمان هنزل كمان الفانيليا في المرحلة دي. طبعا أنا سايباه بقى عشان يغلي والقمح ياخد من اللبن، وكمان ياخد من السكر. أنا هقلبه عشان أدوب السكر أو أسرع ذوبان السكر معاه. زي ما انت شايفه انا بنزل الفانيليا، كمان حاطه كميه زبيب كنت نقعاها بميه دافيه. هشيلها من الميه الدافيه وهنزلها كمان مع الغله بتاعتي. زي ما قلت لك كده يا قلب اختك، كده المشروب بتاعنا جاهز او كامل. الاضافات الزياده دي من عندي بقى، حابه تضيفيها يبقى كده عسل قوي، مش حابه خلاص، مفيش مشكله، هو كده فل الفل. دلوقتي انا هحط الزبيب
بس بصراحة أنا يعني مش ما حطيتوش في الكاميرا. بحط الزبيب، وكمان قبل ما أقفل على على المشروب بتاعنا أو البليلة بحط لها بولة قشطة. لو متوفرة عندك بتحطيها، بتخلي الطعم دسم وغني وجميل جدا جدا، بتبقى عسل عسل كده. فدلوقتي أنا هحط لها الزبيب، وهحط كمان 3 4 5 معالق كده قشطة، أو وش اللبن المتوفر عندك. خليكي كريمة كده وحط حبة حلوين، بصراحة بينقلوا الطعم في حتة تانية خالص. المهم ده عايزة تحطي كمان بشر جوز الهند، تمام مفيش مشكلة. بس أنا كان عندي بشر جوز الهند اللي هو الخشن، اللي هو الشرايح، مع شرايح لوز، حمرهم بمعلقة سمنة بلدي، وهزين بيهم الوش بتاعنا بتاع الكوبايات أو البولات اللي احنا هنستخدمها. ده خلاص كنت قفلت على البليلة بتاعتنا. أنا هاملة البولات بتاعتي أو الكوبايات أو حسب ما انتي حابة تقدميها في ايه، وهحط وهزينها. وزي ما قلت لك كل الإضافات اللي أنا بقولك عليها في الآخر دي اختياري، لو حابة تضيفيها مفيش مشكلة، قدميها بالطريقة اللي تعجبك، براحتك خالص. هو مشروب بجد غني جدا جدا ومغذي جدا جدا، وكمان يدفينا في البرد ده، وسهل وسريع وعسل كده يا عسلاية. دلوقتي أنا مليت كل الكوبايات أو البولات بتاعتي، وزينت كمان وشها بجوز الهند المتحمص هو وشرايح اللوز، زي ما قلنا ده اختياري. حابة كمان وانتي بتقدمي تحط عليها معلقة قشطة ووش اللبن أو أي إضافة انتي بتفضليها أو بتحبي طعمها، تمام يا قلبي، اللي انتي حباه اعمليه. احنا زي ما قلنا قبل كده المطبخ كله اختيارات، وكل الاختيارات في ايدك انتي، فاللي انتي حباه تقدمي بيه تمام مفيش مشكلة. لكن الأساس في الوصفة زي ما قلنا الحليب والقمح والسكر والفانيليا. الإضافات اللي بعد كده براحتك خالص، وتقدميها وتاكليها بألف هنا على قلبك يا عمري. وانا واثقه ان انتي لما هتعمليها ان شاء الله وتقدمي لها اولادك ولضيوفك هتعجبهم جدا. ودي كانت الوصفه بتاعتنا والفيديو بتاعنا النهارده في قناه ام طارق وعمايل ايديها، سهل وبسيط وسريع، وحاجه بجد جميله جدا 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 فوق الوصف. اتمنى ان هي تعجبك، وما تنسيش اللايك وكومنت فيه دعوه حلوه منك، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وعشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. وأشوفك على خير إن شاء الله في فيديو جديد في قناة أم طارق وعمايل إيديها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.